مولود برج الميزان وتوقعات شهر ديسمبر 2025 آخر شهر بهذا العام. يا رب إن شاء الله عام سعيد عليك مولود برج الميزان. بداية مولود برج الميزان أحب أقول لك الشمس الآن من القوس هي في بيت التواصل بالنسبة لك، حركة سفر وعلاقات وأخبار وفرص ومقابلات. ممكن مولود برج الميزان خلال هذا الشهر هناك حركات للسفر، هناك بعض التفاصيل الاجتماعية اللي تفوت بها أنت، مثلا ممكن تجيك دعوات للسفر من خارج بلدك، ممكن أيضا تحظى ببعض اللقاءات وبعض التفاصيل وبعض المقابلات اللي تتطلب منك أنه تعرض نفسك. يعني شايف واحد يقول له مثلا يسوي انترفيو، يعرض نفسه، يحاول أنه يشرح ما هو يمتلكه من إمكانيات وخبرات وبعض التفاصيل. فممكن عندك بعض المقابلات الناجحة والفرص اللي راح تغتنمها نتيجة هذه المقابلات الناجحة، كأنما أنت مقدم على شغل واقتنعوا بيك وقبلوك. شايف أي مقابلات ممكن تسويها خلال هاي الفترة ممكن تكون ناجحة وممكن تكون أنت المقبول. علاقاتك راح تكون متوسعة أكثر، عندك فرص للتعرف على أكبر قدر من الناس، عندك شعبية عالية راح تكون. هنا الشمس في بيت التواصل بالنسبة لك، فهذا راح يخلق عندك نوع من أنواع الشعبية، نوع من أنواع التعرف على الناس الجديدة، ممكن أيضا من خلال الأسفار ومن خلال مقابلات العمل اللي ممكن تكون ناجحة، والفرص والأخبار السعيدة اللي تخص أمور المهنة وما شابه ذلك. بما يخص العاطفة خلال ديسمبر شهر ال 12، بداية الشهر راح تكون جدا لطيفة بالنسبة لك، لكن من يوم 24 ديسمبر راح تدخل الزهرة هنا عندنا للجدي. تمام، هذا ممكن يوتر العلاقات بسبب بعض الضغوطات اللي ممكن تكون بالمنزل. فبداية الشهر راح تكون لطيفة جدا على المستوى العاطفي، أتمنى أنه نستثمرها ونحاول أنه نخلي فرض خطط استراتيجيات عاطفية ويا شريك الحياة ويا الحبيب ويا الزوج، حتى من نوصل ل 24 من تكون الزهرة هنا بالجدي. هنا راح يصير عندي نوع من أنواع التوتر بالعلاقات بسبب ضغوط العائلة وضغوط المنزل، فأنا أهيئ نفسي خلال بداية الشهر و يعني ال20 يوم الأولى من الشهر أهيئ نفسي حتى أتفادى أي مشكلة أسرية تأثر على مستوى العاطفة عندي. فالفترة حلوة، زهرة الجدي ما راح تلوق لك أبدا، الزهرة بالقوس راح تلوق لك أكثر. فترة وجود الزهرة بالقوس خلال بداية الشهر وال20 يوم الأولى من الشهر راح تكون ممتازة بالنسبة لك على المضمار العاطفي. بما يخص العمل أيضا مولود برج الميزان بشهر ديسمبر 2025، اكو مفاوضات ممتازة مثل ما ذكرت لك بالبداية، اكو بعض المفاوضات الجيدة المجدية اللي راح يعني تخليك بمصاف أول بما يخص العمل. أيضا نجاحات إعلامية عبر السوشيال ميديا، راح يكون عندك نوع من أنواع الظهور إذا أنت تشتغل بالسوشيال ميديا وبأمور الظهور، كأن تكون فنان مطرب مؤثر نجم على السوشيال ميديا ما شابه ذلك. راح تكون الفترة ممتازة جدا حتى تظهر بهاي الفترة وتكون أكثر إقناع وأكثر قرب من الجمهور، أكثر قرب من الناس، فعندك لمعة حلوة راح تكون خلال هاي الفترة، خصوصا إذا أنت شغال بأمور السوشيال ميديا. نهاية الشهر راح تركز، طبعا نهاية الشهر هي شمس الجدي، شمس الجدي. نهاية الشهر راح تركز على أمور العائلة والمنزل أكثر من الشغل والعاطفة وما شابه ذلك. فنهاية الشهر راح ينصب تفكيرك واهتمامك بما يخص العائلة والمنزل وتضبيط المنزل وتضبيط العائلة، لأن تحس نفسك قصرت شوية وياهم، راح تبدي تعيد التنظيم من جديد مرة ثانية. أيام الحظ بالنسبة لك خلال ديسمبر شهر 12 مولود برج الميزان، أيام الحظ راح يكون يوم 3 ممتاز جدا بفرص حلوة باستثمارات حلوة. يوم 9 استقبال عطارد القوس، يعني يوم 12 راح نستقبل عطارد القوس، فيوم 9 راح يكون ممتاز بالنسبة لك فكريا، راح تعرف شلون تفكر وهي تزامن دخول عطارد إلى القوس. أيضا يوم 15 راح يكون ممتاز جدا، هنا المريخ راح ينتقل من القوس إلى الجدي، راح ينطيك التزام أكبر.
ويوم 26 راح يكون أيضا ممتاز بالنسبة لك. إذا يوم خليني أقول 3 9 15 و26 هي أيام ممتازة لك مولود برج الميزان خلال شهر ديسمبر، وأتمنى لك يا رب شهر حلو، شهر مليء بالمفاجآت والفرص المهنية والمقابلات والوعود الحلوة اللي راح تحصل عليها إن شاء الله. يا رب كل التوفيق لك مولود برج الميزان.